أعلن نادي سانت إتيان الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة ضمه رسمياً مع الدولي المغربي يونس عبد الحميد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم يونس عبد الحميد لصفوف نادي سانت إتيان قادماً من فريق ستاد رانس بموجب عقد يمتد إلى غاية 2025 مع خيار التمديد لموسم إضافي. قام فريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي عشية يوم الجمعة بتقديم لاعبه الجديد حمزة إيكمان بشكل رسمي قادماً من فريق الجيش الملكي في صفقة انتقال ثلاثية قام خلالها الجيش الملكي ببيع عقد اللاعب. وأوضح مصدر مطلع لموقع القناة الثانية دوزيم أن انتقال اللاعب حمزة إيكمان جاء برقم كبير فاق 2.5 مليون دولار، وهو ما يعتبر رقما مناسبا للنادي حسب نفس المصدر، بحكم أن اللاعب يتوفر على عقد يمتد لغاية 2026. أشارت صحيفة ليكيب في عددها الصادر اليوم أن العديد من الأندية الإيطالية والإنجليزية دخلت على الخط من أجل الدولي المغربي أمير ريتشاردسون. اللاعب ذو 22 ربيعاً جذب اهتمام أودينيزي، ليستر سيتي إضافة لايفرتون، لكن قيمة الصفقة التي وضعها نادي رانس والتي تتمثل في 10 ملايين يورو قد تقف عائقاً أمام هذه الاهتمامات. أفادت مصادر إسبانية أن نادي القادسية السعودي تحرك مؤخراً لضم اللاعب الدولي المغربي إلياس أخوماش، اللاعب الذي يعد من بين ركائز مارسيلينيو في فياريال. لعب 39 مباراة الموسم الماضي، سجل فيها 4 أهداف وأعطى 5 تمريرات حاسمة. القادسية الذي ضم في وقت سابق مدافع الريال ناشو، وكان قريبا من ضم موراتا بسبب تراجع هذا الأخير عن الاتفاق الشفهي الذي كان بينه وبين الفريق السعودي. أعلن نادي نهضة بركان توصله الاتفاق مع الدولي المغربي منير المحمدي لتعزيز صفوف النادي البرتقالي للموسمين المقبلين، وسيتم تقديم الحارس المغربي للإعلام والجمهور في الأيام القليلة القادمة.